في أماكن لما بتعدي من قدامها بتحس إن في حاجة مش مظبوطة. أماكن لابسة وش السياحة والفخامة، بس في قلبها مستخبي تاريخ أسود، تاريخ الناس نسيوه أو اختاروا يتجاهلوه. وفندق الجزائر، أو زي ما كانوا بيسموه زمان فندق القديس جورج، كان واحد من الأماكن دي. من برا كلاسيكي راقي، تاريخه مليان ضيوف كبار، حكايات سياسية وصور قديمة بالأبيض والأسود، لكن من جوه مليان أسرار وماضي أسود. ناس كتيرة عدت عليه، رؤساء، مشاهير، ضيوف، صحفيين، بس قليل قوي اللي دخلوا الغرفة 214 وخرجوا منها زي ما دخلوا. المكان ده مش مجرد مبنى قديم، ده مكان شاهد على حكايات ما اتكتبتش وأرواح لسه ما فرقتش المكان. مستعد؟ يلا بينا نبدأ. أنا عمري ما كنت مؤمنة بالحكايات اللي الناس بتحكيها عن الأماكن المسكونة، بس اللي حصل لي في الجزائر، وتحديدا في فندق الجزائر أو اللي كان اسمه زمان فندق القديس جورج، غير كل حاجة جوايا. حكاية كل تفصيلة فيها محفورة جوا دماغي كأنها حصلت امبارح. كنت رايحة الجزائر في رحلة شغل، مؤتمر لمدة 3 أيام، وحد من زمايلي رشح لي الإقامة في فندق الجزائر، وقال لي بالنص إنه فندق تاريخي نظيف وفيه ريحة الماضي. وأنا بحكم إني بحب الأماكن اللي فيها طابع تاريخي وافقت من غير تفكير. وصلت هناك بعد المغرب بشوية. أول ما دخلت من بوابة الفندق حسيت بحاجة غريبة، مش مرعبة، بس كأن الزمن وقف. المبنى كبير قديم، وفيه طراز معماري فرنسي عثماني، وأشجار عالية حوالين الفندق كله. الريسبشن كان هادي، والإضاءة خفيفة شوية، والابتسامة اللي كانت على وش الراجل اللي سلمني المفتاح كانت مصطنعة وفيها حاجة مش مريحة. ادوني أوضة رقمها 214. سألت الراجل وقتها كده على السريع على سبيل الدردشة، يعني هو الفندق ده قديم قوي كده من أيام الاستعمار يعني؟ بصلي وقال لي من زمان قوي، حاجات كتير اتغيرت وحصلت جواه. أخدت المفتاح وطلعت على الأوضة، كانت في الدور التاني. الكوريدور طويل، والإضاءة فيه صفرة خفيفة، والمشايات اللي على الأرض بتعمل أصوات خرخشة تحت رجلي. وأنا ماشية حسيت إن الجو مكتوم، بس قلت يمكن من التعب. دخلت الأوضة، كانت واسعة، فيها سرير كبير، شباك بيطل على الجنينة الخلفية، ومكتب قديم معمول من خشب لونه غامق عليه أثر حروق سجاير.
كل حاجة فيها كانت نظيفة، لكن في ريحة قديمة، مش ريحة قذارة لأ، كأنها ريحة ذكريات تقيلة حصلت في المكان ده. وأنا بحط هدومي في الدولاب لقيت ورقة صغيرة جوه الدرج. فتحتها وكانت مكتوبة بخط الإيد، لكن الكلام مش مفهوم قوي، كلام فرنسي كله، بس الكلمة اللي شدتني كانت بالإنجليزي متكررة أكتر من مرة، وهي don't listen. ما فهمتش القصد منها ورميت الورقة وقلت يمكن حد قبلي نسيها. عدى اليوم الأول على خير، رغم إني حسيت بحاجات غريبة شوية، زي إن الشباك بيتفتح لوحده كل شوية، أو صوت المية اللي بيشتغل في الحمام وأنا مش بستخدمه. بس قلت تعب سفر لحد الليلة التانية، واللي كانت بداية الكابوس الحقيقي. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل. كنت قاعدة على السرير برجع شوية أوراق، وسمعت صوت خبطة جاية من الحيطة اللي ورا السرير، خبطة خفيفة كأن حد بيدق مسمار في الحيطة من الناحية التانية. وقفت وسمعت الخبطة رجعت تاني بس أقوى. رحت ناحية الحيطة وحطيت ودني، بس مفيش صوت. لكن وانا راجعة النور فصل فجأة، الكهرباء كلها قطعت، وساعتها حسيت بحاجة بتعدي ورايا بسرعة، حاجة ما شفتهاش، بس الهوا اللي عملته على رقبتي خلاني أقف ساكتة مكاني. ثواني والنور رجع، بس لما بصيت في المراية اللي قصادي شفت وش مش وشي، وش ست كبيرة شعرها نازل على وشها وعينيها سودة تماما، كانت ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد، بس في ريحة برفان قديم شبه ريحة ورد بس متعفن كانت مالية الأوضة كلها. قلبي كان هيطلع من مكانه. قعدت على السرير وبدأت أقرأ قرآن بصوت واطي. وفي اللحظة دي جالي تليفون من رقم داخلي، مش من برا، من الفندق نفسه. لما رديت ما كانش فيه صوت، بس كان فيه نفس الخبطة اللي سمعتها على الحيطة متكررة ورا بعض، لحد ما الخط قفل. تاني يوم وانا نازلة ومش نايمة دقيقة، سألت موظف الاستقبال هو في حاجة غريبة في الأوضة 214؟ بصلي كده وبعدين قال لي بهدوء هو انتي أول مرة تيجي هنا؟ قلت له قال لي انتي مش أول واحدة تسأل السؤال ده، بس مفيش حاجة ما تقلقيش. بس يعني كانت بتقول كلام تاني. وبعد ما مشيت لاحظت انه راح يتكلم مع موظف تاني بصوت واطي، وبصوا عليا كأنهم عارفين حاجة ومش عاوزين يقولوها. قررت أبحث بنفسي، جبت اللابتوب وبدأت أدور على تاريخ الفندق، وهنا بدأت ألاقي الحكايات. فندق الجزائر زمان كان اسمه فندق سانت جورج أو فندق القديس جورج، كان واحد من مقرات الجيش الفرنسي أثناء فترة الاحتلال.
في الغرفة 214 تحديدا كانوا بيحبسوا بعض الجزائريين اللي بيتهموهم بالمقاومة. كانوا بيتعذبوا ويتقتلوا جوه الأوضة دي، وتدفن جثثهم ورا الحيطة أو تحت الأرضية. في شهود كانوا بيقولوا إنهم سمعوا صراخ بيطلع منها في نص الليل. في واحدة من موظفات التنظيف زمان كانت بتقول إنها كل ما تدخل تنظف الأوضة دي تلاقي المراية فيها آثار إيدين كأن حد بيصرخ وهو محبوس جواها. جسمي أشعر من الكلام ده كله وأنا قاعدة في نفس الأوضة دي. الليل جه وأنا كنت واخدة قرار إني أسيب الفندق، بس لازم أنام حتى لو كام ساعة. بس اللي حصل ما كانش نوم، ده كان أقرب للجحيم. الساعة 3 صحيت على صوت همس جنب ودني، ست بتقول حاجة بالعربي بس صوتها مبحوح. أنا هنا، لسه هنا. قمت مفزوعة والنور شغال، بس السرير التاني اللي في الأوضة واللي كان فاضي كان فيه علامة كأن حد كان نايم عليه، مخدة مضغوطة وبطانية متكومة. جريت على الباب لقيته مقفول بالمفتاح من جوه، والمفتاح ما كانش موجود، اختفى. وقفت مرعوبة وانا سامعة الخبطة من جوه الحيطة بترجع تاني لحد ما حيطة الحمام وقعت حرفيا، اتفتحت ووراها ممر ضيق كله تراب وفي آخره حاجة بتتحرك. أنا هنا فقدت الوعي وصحيت في المستشفى تاني يوم الصبح. قالولي إن جالي انهيار عصبي وإن موظف الفندق هو اللي لقاني مرمية عند باب الأوضة. محدش صدقني لما حكيت اللي حصل، بس أنا متأكدة إن اللي مريت بيه ما كانش مجرد كابوس، ولكن كان حقيقي. من ساعة ما خرجت من المستشفى وأنا بقيت شخصية تانية. الناس حواليا شايفاني تعبانة مرعوبة، بس أنا متأكدة إني شفت حاجة محدش المفروض يشوفها. حاولت أرجع لحياتي الطبيعية، بس كل ما أقفل عيني بشوف نفس الممر اللي ورا حيطة الحمام، نفس الوش ونفس الهمس اللي بيقرب من ودني. قعدت شهر كامل وكنت لسه في الجزائر، الشغل ما كانش خلص، بس أنا بقيت ببات في شقة مفروشة بعيدة عن الفندق، وقررت إني مقربش منه تاني. بس الغريب من وقت ما سبت الفندق بدأت تجيلي رسائل غريبة على إيميلي الشخصي، مش رقم مش عنوان، مجرد صورة بتتبعت كل يوم الساعة 3 الفجر. نفس الصورة، حيطة سودا ومكتوب عليها بخط رفيع جدا: رجعي الحق وإلا مش هتعيشي في سلام. في البداية افتكرت إنها هزار سخيف، بس الرسالة كانت بتتبعت حتى وأنا مش أونلاين. ساعتها حسيت إن اللي حصل لي ما كانش مجرد لحظة رعب، لأ، دي دعوة رجع من جوه المكان. بدأت أدور أكتر ومبقاش عندي غير طريق واحد، إني أفهم إيه اللي بيحصل جوه الأوضة 214 وإيه هو السر اللي اتفتح لي صدفة. رجعت الفندق، بس المرة دي مش كزبونة، رجعت كصحفية حرة. دخلت وقلت إني بكتب مقالة عن تاريخ الفندق وإن عندي اهتمام بتوثيق الأحداث. الموظف بصلي بنظرة شك بس وافق. أخدت جولة موجهة مع واحد من الطاقم القدام وكان مصري اسمه الشيخ سليمان، راجل كبير في السن وبين على وشه إنه شاف حاجات كتير
ما ينفعش تتقال. قلت له فجأة: يا شيخ سليمان، الغرفة 214 تعرف عنها حاجة؟ سكت وسابني. بعدها بشوية وهو ماشي جنبي قال لي بصوت واطي: اللي كانوا بيتحبسوا فيها ما خرجوش أحياء، بس اللي جواها ما ارتاحوش كمان. سألته: قصدك ايه؟ قال لي: اتدفنوا جوه الجدران، مش بس في أوضة 214، في 4 أوض زيها، بس دي أكتر واحدة تسجل فيها حالة اختفاء. ومن هنا بدأ الكلام يدور في دماغي. تاني يوم رحت على الأرشيف الوطني، سألت على أي سجلات للفندق من أيام الاستعمار الفرنسي، وبعدها بشوية لقيت ملف اسمه ملف 214 حالة خاصة. الملف كله كان باللغة الفرنسية، لكن لقيت أسماء مكتوبة بخط الإيد، وسطهم واحدة ست اسمها ليلى عمران. بدأت أحس إن الاسم ده مش غريب. فضلت أدور لحد ما لقيت وثيقة تحقيقات عسكرية من سنة 1956 بتقول إن ليلى كانت واحدة من موظفات الفندق، وبتساعد المقاومة في تهريب رسائل سرية للثوار عن طريق أوراق بتتخبى في المكاتب والإدراج. تم اكتشافها واعتقالها في أوضة 214، ومن يومها اختفت. لا قبر ولا محاكمة ولا حتى شهادة وفاة. سألت نفسي: هل ممكن دي تكون الست اللي شفتها في المراية؟ قررت أرجع الأوضة، بس مش علشان أبات. كنت مجهزة نفسي، معايا كاميرا، جهاز تسجيل صوت، وإنجيل وقرآن، ومشيت لحد ما وصلت للدور التاني قدام الأوضة. الباب كان مقفول. سألت عن المفتاح، لكن الموظف رفض. بس بالليل حاولت أدخل من شباك الصيانة. كانت مغامرة، بس نجحت. دخلت والدنيا كانت ضلمة، والهوا ريحته زي أول مرة، عطر متعفن. شغلت الجهاز، سبته يسجل، وقعدت على السرير. الساعة عدت 3، وساعتها بدأت أشوف المراية كأنها بتسيح، والصوت رجع، نفس الهمس، بس المرة دي واضح، وبيقول: رجعوا حقي. قربت ناحية الحيطة، وقبل ما ألمسها الموبايل اللي في إيدي وقع، والتسجيل اشتغل تلقائي. سمعت صوت ست بتصرخ، وصوت راجل بيزعق بلغة فرنسية ويقول: اقتلوها هنا، محدش هيعرف أبدا. أشعر جسمي ده تسجيل حقيقي من 70 سنة. مين سجله؟ وليه بيظهر لي دلوقتي؟ بصيت تاني على الحيطة، وقررت أعمل حاجة مجنونة. بدأت أخبط بنفس الطريقة اللي سمعتها قبل كده، خبطة وسكت، خبطة وسكت. وفجأة حيطة الحمام اتفتحت تاني، بس الممر ما كانش فاضي. كان فيه 3 جثث، هياكل عظمية متكومة، ولابسة هدوم مدنية من زمن الحرب، وعلى الحيطة اسم ليلى مكتوب بالدم. رجعت الصور وسجلت كل حاجة، ورحت جري على أقرب اسم شرطة. في البداية ما صدقوش، لكن لما رجعوا معايا لقوا نفس الممر ونفس الجثث، وتم إبلاغ الجهات الرسمية.
sudah TK semuanya? Rekan-rekan yang sudah dilintasi paling belakang. Peserta paling belakang. بعد ما اكتشفوا المقبرة اللي جوه حيطة الأوضة واللي فيها جثث لناس مختفيين من وقت الاحتلال، الدور التاني اتقفل بالكامل. رجال الأمن بقوا يمنعوا أي حد يقرب من الأوضة 214، وكل اللي ليه علاقة بالتحقيق بقى يتكلم بصوت واطي كأنهم خايفين من حاجة. بس أنا ما قدرتش أهرب. كل يوم الساعة 3 الصورة بتيجي، بس دلوقتي مكتوب عليها في ناس تانية جوه الجدران، جوه الممرات. كنت فاكرة إن اللي اكتشفته هو النهاية، لكن الحقيقة دي كانت البداية بس. بدأت أدور في أسماء الناس اللي اختفوا جوه الفندق ده في الفترة من 1955 لحد 1960. لقيت ملفات كتير أوي اتحذفت أو اتحجبت بتعليمات الأمن الداخلي، بس لقيت حد موافق يساعدني. صحفية جزائرية اسمها ريم، كانت شغالة على ملف وثائقي عن الجرائم اللي ارتكبها المستعمر الفرنسي. قابلتني وقالت لي انتي مش أول واحدة تشوفها، في ناس قبلك حاولوا يخرجوا الحقيقة للنور وكلهم اختفوا أو ماتوا في ظروف غريبة. سألتها يعني ايه؟ قالت لي في مهندس معماري اشتغل في تجديد الفندق سنة 1982 اسمه حسين مرابط. الراجل ده اختفى بعد ما قال ان لقى أبواب مسدودة جوه الحيطان فيها فراغات زي القبور، وبلغ، وبعدها اتقال انه هرب، بس لا جوازه اتسحب ولا أسرته عرفوا يوصلوا له. بدأت أربط حسين، ريم، ليلى، وكلهم ليهم صلة بمورات الحيطان. سألت ريم فين المخططات القديمة بتاعة الفندق ده قبل ما يتجدد؟ قالت لي مفيش نسخة عند الحكومة، بس سمعت إن في نسخة محفوظة جوه أرشيف الكنيسة، لأن المبنى زمان كان دير كاثوليكي قبل ما يبقى فندق. اتحركنا سوا، دخلنا أرشيف جنب كنيسة نوتردام الأفريقية، وبالبحث لقينا مخطط بتاريخ 1980 ومكتوب عليه الدير القديم، منطقة العزل. الغريبة إن الغرفة 214 كانت جزء من سلسلة أوض جنب بعض، ووراهم ممر طويل بيوصل لقبو سري تحت الأرض. القبو ده مش موجود في أي نسخة حديثة من المخطط، كأنهم حاولوا يدفنوه حرفيا. قررت أنزل أدور. رجعت للفندق تاني بالليل، وريم كانت مستنية برا. دخلت من مخرج الطوارئ ومعايا الخريطة المطبوعة، وبدأت أتتبع الطريق. نزلت سلالم صغيرة متعالكة لحد ما وصلت لباب حديد مكتوب عليه بالفرنسي ممنوع الدخول، أرشيف ديني. فتحت الباب، وكانت ريحة المكان كأنك دخلت قبر مدفون فيه حد بقاله قرن. الدنيا كانت ضلمة، وصوت النفس بيعمل صدى في المكان. لقيت صالة طويلة، وعلى الحيطان صلبان وصور قديسين، وكلهم باين عليهم الحزن. بس الغريب كانوا باصين لنفس الاتجاه، حيطة في آخر القبر شكلها مختلف. قربت منها ولقيت وش محفور في الحيطان، وش ست بنفس ملامح ليلى، وعند رجلها نقش محفور عليه جملة ما تنساهمش، هما لسه هنا. خبطت على الحيطة، لقيتها فاضية،
وكأن في حاجة في الطرف التاني. طلعت شاكوش صغير كان معايا وبدأت أخلع طبقة الأسمنت. وفجأة حصلت حاجة. الهوا برد وجسمي تقل، كأن في حاجة بتضغط على ظهري. بس فجأة اتفتحت فتحة صغيرة، ووراها لقيت سرداب صغير تاني فيه توابيت خشب قديمة جدا، وعلى كل تابوت اسم ست أو طفل. الأسماء كانت مكتوبة بالطباشير: صوفيا، عائشة، فاطمة، نور. ناس ما عرفناش عنهم حاجة، ناس كانت مستخبية في قبو الدير، ناس اتدفنوا جوه الفندق قبل ما حتى يبقى فندق. رجعت جري، وريم أول ما شافتني قالت لي: مالك؟ في ايه؟ وصلت الحاجة؟ قلت لها: أكتر مما كنت أتخيل، ده مش فندق، دي مقبرة محروسة، واللي بيحاول يفتحها بيتحاسب. تاني يوم بلغت لجنة التراث وسلمتهم المستندات والصور وكل حاجة. بعدها بأسبوع اتقفلت القضية ومفيش كلمة واحدة اتنشرت في أي جورنال. بس الساعة 3 الرسالة اتغيرت، بقت صورة لمراية مكسورة ومكتوب تحتها: انت شفتي البداية بس. تاني يوم جالي اتصال من رقم غريب، صوت راجل كبير في السن جزائري، قال لي بصوت واطي: انت اللي شفتيه، وإلا هتبقي واحدة منهم. وقفل. اليوم اللي بعده ريم اختفت، مردتش على رسايلي، تليفونها مقفول وشقتها فاضية. سألت عليها جيرانها، قالولي من كام يوم جم ناس لابسين رسمي ودخلوا شقتها، ومن وقتها ما شفناهاش. كل حاجة حواليا بتختفي واحدة ورا التانية، كأني بلعب لعبة. كل ما أقرب من الحقيقة نفسها بتهرب مني. بس قررت أرجع الفندق تاني. دخلت كزبونة وطلبت أوضة في الدور التاني. الراجل في الريسبشن قال لي: الدور ده مقفول للصيانة، لو تحبي ممكن نديك أوضة في الدور الرابع. ابتسمت وقلت: لأ، هستنى. وقعدت مستنية في الاستقبال لحد الساعة ما بقت 3، ولما جت الصورة، بس المرة دي مش على الموبايل، على شاشة التلفزيون اللي في الريسبشن. الصورة كانت مرعبة، كاميرا من فوق شايفة الراجل اللي في الريسبشن نايم على المكتب، وفوقيه ست شكل لبسها من الأربعينات، لابسة فستان قديم اسود وشعرها مربوط ووشها باين. لحظة واحدة، دي ليلى. ولما بصيت حواليا ما كانش فيه أي حد. الشاشة اسودت وظهرت جملة: انت آخر واحدة. قلبي بدأ يدق. قمت وطلعت على السلالم، طفيت كشاف الموبايل ومشيت على نور بسيط داخل من شباك مكسور. وصلت قدام أوضة 214، الباب كان مفتوح. دخلت والدنيا كانت ساكتة تماما، بس ريحة الرطوبة والموت كانت واضحة، والأرضية متشققة، والحيطة اللي كان وراها المقبرة ما فيهاش أثر دلوقتي، كأنها ما كانتش هنا. بس كان في مراية كبيرة محطوطة في وسط الأوضة،
مراية قديمة إطارها ذهبي بس باهت. قربت منها وبصيت في المراية، ما شفتش نفسي، شفت أوضة تانية فيها ناس قاعدين، رجالة وستات، كلهم لابسين لبس قديم وكلهم باصين ناحيتي، ووشوشهم كل وش فيهم أنا شفته قبل كده في صور قديمة. وبعدين واحدة منهم قربت، كانت ليلى، قالت لي بصوتها الهادي: انت صحيت الذكرى، دلوقتي اتفرجي. وفجأة الدنيا كلها ضلمت، وأول ما فتحت عيني لقيت نفسي واقفة في الريسبشن، بس مش نفس المكان اللي كنت فيه، ده كان شكله قديم من أيام الأربعينات، وما كانش فيه كهرباء، والناس اللي ماشية حواليا مش شايفاني، كأني بقيت واحدة من الأشباح. قعدت أصرخ بس مفيش صوت طالع، وبدأت أفهم المكان ده مش مجرد مسكون، المكان ده عايش بالناس اللي اتمسحوا من التاريخ. الأوضة 214 مش مجرد أوضة عادية، دي بوابة بتبلع اللي بيحاول يفتش ورا الحقيقة، وكل ما حد يقرب منها بياخدوا مكانه. هل خلصت الحكاية؟ مش عارفة بصراحة، لأن في حاجات لما بتحصل مش بتقف، بتكمل بس بشكل تاني. أنا خرجت من الفندق بجسمي بس روحي لسه هناك. كل يوم بصحى بحس كأني نسيت حاجة جوه الأوضة دي، كأني نسيت نسخة مني واقفة قدام الشباك بتبص على البحر وما بتتحركش. أنا عشت ده ولسه بعيشه. الناس فاكرة إن الرعب هو الدم وعفاريت بتتشنج وصراخ، لكن الحقيقة الرعب الحقيقي هو لما تحس إنك مش لوحدك، وإنه حتى لما تبقى وسط الزحمة في حاجة بتكون ماشية جنبك، عارفة اسمك وبتفتكرك، ومهما حاولت تنسى اللي حصل هو عمره ما بينسى.